عارف غلط انك تنام كده وراسك عاملة كده؟ عارف النومة دي وانت ماسك الموبايل ورقبتك متنية كده؟ لو انا نايم ورقبتي بس اللي على المخدة مش كتافي كمان، بنام كده اهو، وبعدين بجيب دماغي كده اهو ورقبتي بتيجي لورا كده، ولما بتيجي لورا كده اهو انا من الجنب اهو، لو جيت كده بضغط الغضاريف دي لورا، بفتح المسافة ورا والغضاريف دي بتبدأ تتزحلق لورا. خد بالك أعصابك اللي رايحة لإيديك ورا الغضروف. الغضروف ده ما بيروح ويضغط ورا، يضغط على إيه؟ يضغط على الشريان اللي بيغذي دماغك يحصل دوخة، يضغط على الأعصاب اللي خارجة من الجنب دي اللي رايحة لدراعاتك فتنمل. فأنا نصيحتي لما تيجي تنام المخدة تبقى هنا وهنا، تاخد كتافك برقبتك، لكن ما تسيبش رقبتك كده على شباك سرير بقى، على دراع كنبة، على مش عارف ايه، ما تعملش الحركة دي. اجي انام كتافي ينزلوا كده اهو بحيث ان انا ابقى مفرود كده، لكن لو انا ونزلت لتحت وعملت كده ودقني خبطت في صدري عملت الحركة دي، الغضروف بتاعي انزلق لورا، داس على الاعصاب، ايديا نملت، ضغط، والمصايب كلها تحصل. خلي بالك. هذا والله اعلم.